إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، نتقارب يا إخواني، لأن يعني إخوانكم لما بيجوا ورا بس بيبقى المكان ضيق، فيعني إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ربنا يوسع عليك بقى في كل ما تريد أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليك فيه. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إخواني وأحبابي في الله، تخيل لو أنت يعني قابلت طالب من الطلبة قبل الامتحانات بيوم أو بيومين بتاعته، فبتقول له هو جدول الامتحانات بتاعك إيه؟ فقال لك جدول الامتحانات إيه؟ معرفش. قلت له يعني إيه المادة الأولانية؟ قال لك معرفش المادة الأولانية إيه؟ قال لا طب والمادة التانية؟ معرفش. طب برنامج الامتحانات من اوله لاخره؟ ما اعرفش. الطالب امال انت هتعمل ايه؟ انا اروح وان شاء الله ربنا يسهلها. يعني ايه المشكله يعني لو الاول الماده الاولى فيزياء ولا الماده الاولى كيمياء ولا الماده الاولى عربي ولا الماده الاولى رياضه، هي فرقه ايه يعني؟ هل الطالب ده ممكن ينجح يا اخواني؟ هل الطالب ده ممكن يعدي من السنه ديت؟ اخواني واحبابي في الله، يوم القيامه الامتحان بتاعنا، انت متخيل يعني ايه يوم القيامه؟ لجنه الامتحانات بتاعت يوم القيامه ايه الفرق بين البعث والحشر؟ امتى الميزان وامتى الصراط؟ امتى حوض النبي عليه الصلاة والسلام وامتى القنطرة؟ ايه هو يوم القيامة يا جماعة؟ لجنة الامتحانات اللي 50,000 سنة، عمر الكرة الارضية دي كلها يجي 5,000 سنة ولا 10,000 سنة. تخيل ان يوم واحد بس كل بني ادم هيتحاسب فيه في 50,000 سنة. تخيل ان انت واقف تحت عمارة 7 ادوار، لو ال7 ادوار بيقعوا على بني ادم يعمل ايه؟ امال 7 سماوات بيقعوا على البني ادمين يعملوا ايه؟ يوم القيامة 50,000 سنة. عشان تتكلم عن ال50,000 سنة، كل سنة في دقيقة محتاج 3 سنين تتكلم يوميا ساعة عن يوم القيامة، عشان في الاخر تبقى اتكلمت عن السنة في دقيقة. يوم القيامة، ما بداية يوم القيامة؟ اول حاجة في يوم القيامة البعث. يعني ايه البعث؟ يعني هنطلع من تحت التراب. الموضوع مش كده يا اخواني، الموضوع مش ان البعث هنطلع من تحت التراب وبعد كده هنقف نتحاسب وبعد كده الكلام ده فيه تفاصيل من اخطر ما تكون. ازاي انسان يبقى مصيره متوقف على يوم وهو مش منتبه لخطورة اليوم ده وهو مش منتبه لتفاصيل اليوم ده؟ ازاي يا جماعة؟ اللي عنده مادة هي الساعة 8 ولا الساعة 9؟ هو ورقة الامتحان 2 ولا 3؟ هو الامتحان 4 اسئلة ولا 10 اسئلة؟ هو الاسئلة كلها اجباري ولا في سؤالين اختياري والباقي اجباري؟ هو الامتحان جاي على المنهج كله ولا في اجزاء ملغية؟ هو الامتحان اللي هيحطه مين؟ هو الامتحان كل سؤال درجته ايه؟ هو النتيجة هتطلع امتى؟ هو اللي هيصحح مين؟ اللي عنده امتحان في الدنيا مشغول بالتفاصيل. طب انت عندك امتحان بيتوقف عليه مصيرك. يعني ايه البعث يا جماعة؟ يعني ايه اول حاجة يوم القيامة البعث؟ اول حاجة في البعث بعث الملائكة نفسها. الملائكة، هي الملائكة بتموت؟ ايوه الملائكة بتموت، ملك الموت نفسه بيموت، جبريل بيموت، ملائكة السماوات ال7 بتموت. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. الكل بيموت، كائنات، كل الكائنات على وجه الارض بتموت، وملائكة السماوات ال7 بتموت، والملائكة التي فوق سدرة المنتهى والتي تحت سدرة المنتهى، الكل يموت. وبعد كده بعد ما بتموت الملائكة قال تعالى
ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ثم نفخ فيه اخرى، بعد كده بتيجي نفخه بتبعث الكائنات. الله سبحانه وتعالى يبعث الكائنات بعد ان ماتت. بتقوم الملائكه الاول، ليه؟ لان كل واحد مننا لما يطلع من تحت التراب المفروض يلاقي الملائكه مستنياه. الملائكه دي قوه تنفيذيه في يوم القيامه، اللي ربنا لما بيقول خذوه فغلوه، ابن كثير بيقول 70,000 ملك بيبتدروا من قال الله عليه هذه الكلمة. اللي ربنا بيقول عليه الكلمة دي 70,000 ملك قوة تنفيذية واقفين ينفذوا امر الله سبحانه وتعالى فيه. يبقى بعث الملائكة كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الملائكة في السماء صفوف، بتعبد ربنا صفوف، بتموت صفوف، وبتبعث يوم القيامة صفوف. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. المرحلة الأولى في البعث بعث الملائكة، إن الملائكة نفسها بتقوم بعد الموت. بعد كده يا إخوانا المرحلة الثانية في البعث اللي هو يعني جمع تراب كل إنسان مرة أخرى. يعني إيه جمع تراب كل إنسان؟ يعني كل واحد مننا لما تروح المقابر كده وتمسك كبشة تراب من الأرض، كبشة التراب ديت ممكن تكون كانت بتكون 70-80 بني آدم قبل كده. جزء منها وجه امرأة من أجمل النساء، جزء منها ساعة شاب من أقوى الشباب. دي ممكن 70-80 بني آدم ماتوا من عشرات السنين، والذي تبقى هو التراب. الإنسان بعد ما بيموت بيبقى تراب، والتراب بتحمله الرياح في مشارق الأرض ومغاربها. شو تخيل على مدى آلاف السنين بقى تراب البني آدم ده بقى فين؟ تراب البني آدم ده تفرق في الأرض قد إيه؟ لما ربنا يأمر ذرات تراب كل إنسان بترجع ليه تاني، بل ذرة التراب اللي كانت في كبده مش هتروح في كلته. تخيل، بل التراب بتاع الإنسان ده مش هيروح للإنسان ده. أنت متخيل هذا المشهد؟ مشهد جمع تراب ذرات كل إنسان من الأرض مرة أخرى. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ربنا بيقول كل واحد بيموت ربنا يعلم الأرض بتأكل من جسده إيه. وعندنا كتاب حفيظ. العلماء قالوا، المفسرين قالوا عندنا كتاب حفيظ، يعني ذرات تراب كل إنسان الله يعلم كل واحد بعد ما مات وبقى تراب جسمه فين. لذا قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. تخيل جسم البني آدم خلاص اتقطع وتمزق وتطايرت أشلاؤه في الأرض كلها. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، ذرة تراب تكون عليها على مدى آلاف السنين صخور وبقت في بطن جبل، أو في السماوات ذرة تراب علقت، يعني رجل رائد فضاء طالع في صاروخ للقمر، ولما نزل على القمر برجليه، او لما نزل في القمر ذرة التراب دي تطايرت في السماوات، او في الارض راحت مجاهيل الارض وصحار الارض. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. يأتي بها الله. الله قادر انه يجمع تراب كل انسان مرة اخرى. عشان كده الرجل اللي لما جه يموت قال لاولاده ان انا مت فاحرقوني حتى اذا نفذت النار الى عظمي، لحد ما ابقى كل فحمة من اولي لاخري، فاطحنوني حولوني لشوية بودرة، ثم انتظروا يوما عاصفا فاذروني، ارموني كده نص في البر ونص في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين. انا عملت كمية ذنوب ومعاصي لا يمكن اقدر اقابل بها ربنا. طب الحل ايه بقى عشان ما اقابلش ربنا؟ هو الراجل ده مؤمن ان في لقاء لله، انما مخه صور له ان الحل ايه عشان ما اقابلش ربنا؟ احرقوني وخلوني بودرة وارموني في البر والبحر. خلاص بقى يعني يبقى انا كده لا يمكن ابعث تاني. سبحان الله العظيم، تفكير عجيب جدا. فلما مات امر الله البر فجمع ما فيه، وامر الله البحر فجمع ما فيه، ثم قال له كن فكان. ثم قال ربنا جمع ذرات تراب جسمه من البر والبحر بكلمة كن. سبحانه وتعالى الانسان مش متخيل ربنا مهيمن عليه قد ايه، وربنا علمه محيط قد ايه، وربنا هيمنته على كل ذرة في الكون وصلت لدرجة شكلها ايه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، في سورة يونس آية يونس، ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. مفيش ذرة في الكون تقدر تستغنى او تنفصل عن هيمنة الله سبحانه وتعالى. يبدأ يتجمع ذرات التراب، وتيجي المرحلة الثالثة وهو تكون الاجساد من هذا التراب. تخيل انت المنظر تحت الارض، والبشر بيكونوا تاني، كل واحد ايديه بتتكون تاني، راسه بتتكون تاني، صدره بيتكون تاني، ملامحه بتتكون تاني، كل بني ادم بيتكون تحت التراب كما كان عشان يحصل المشهد اللي بعد كده، وهو الخروج العظيم بقى بعد ما تنفخ الارواح في هذه الاجساد. بعد ما ربنا يأذن فتنفخ الارواح في هذه الاجساد، الانسان بيبقى جسده تكون وروحه نفخت فيه مرة اخرى، فيحدث ما قاله سبحانه وتعالى: واذا القبور بعثرت. واذا القبور، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. يعني ايه بعثرة القبور؟ يعني الوقت بقى تحت التراب مليارات البشر يا جماعة، ولكن هو لسه مش خارج. انت متخيل؟ ده في ناس مدفونة في طبقات الارض. ده الدنيا دي، ده احنا بقالنا الاف السنين والاف السنين، كل ما قوم يجوا يبقى لهم مقابرهم وليهم، وبعد كده يجي ناس تانية ويبقى ليهم، وكأنه لم يوجد في هذه الارض التي نعيش عليها الان. يعني تخيل المنصورة دي، ما هو من 1000 سنة دي كان مقابرها فين؟ من 2000 سنة مصر دي البلاد اللي الناس عايشة عليها، والمدن اللي بقالها 5-6000 سنة، المقابر اللي من 5000 سنة فين؟ والمقابر اللي من 7000 سنة فين؟ انت متخيل بعثرة القبور؟ يعني لما يعني واحد داخل يدور على قميص ليه جوه الدولاب، فلا مش ده ولا ده، وقعد يرمي ويبعتر، ولا ده، ايوه هو ده، من وسط الركام ده كله طلع القميص بتاعه. الملائكة بتبعثر الارض من اجل اخراج جثة من مليارات البشرية. متخيل الوقت على وجه الارض 7 مليار بني ادم، 7 مليار بني ادم، ده غير الجن اللي على وجه الارض، ما دول هيبعثوا هم كمان، ده غير الوحوش اللي على وجه الارض، ما دول هيبعثوا هم كمان. 7 مليار بني ادم، يعني كل حوالي 40 سنة 7 مليار زيهم. شوف يوم القيامة لسه عليه كام سنة، وشوف من ايام سيدنا ادم لحد دلوقتي سكن الارض كام مليار. يعني تخيل كده الدنيا ديت عدد البشر اللي هيطلعوا من تحت التراب قد ايه. بعد بعثرة القبور الملائكة بتطلع من تراب الارض كام مليار بني ادم، فيدخل بعدها في مرحلة الخروج الرهيب بقى، المنظر الرهيب، المنظر اللي يعني لا يستطيع انسان ان يتخيله. تخيل انت بتبص للارض الزراعية الواسعة الكبيرة اللي على الرصيف التاني ده ايه اللي قدام المسجد، تخيل كده، وفجأة لقيت الارض ده بتتشقق، يوم تشقق الارض عنهم صراعا دي. ما انت عندك يجي 200 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب، انت متخيل 200 مليار بني ادم دول طالعين ازاي؟ انت متخيل دول بيطلعوا صراعا، الارض بتتفتح من كل ناحية، وبشر طالعين. الابن مدفون جنب ابوه، كان بيقول نفسي اشوف ابويا. طالعين الاتنين من جنب بعض من مقبرة واحدة، محدش بيبص لحد، محدش بيشوف حد. اب ابنه مات ونفسه يشوفه، ويقول لك وحشني نفسي اشوفه. يوم القيامة ما حدش بيبص لحد. ملكات جمال العالم طالعين من تحت التراب، الشاب اللي ما كانش بيقدر يغض بصره، ما حدش بيبص لحد. اغنياء العالم واثرياء العالم اللي الناس كانت بتتلف حواليهم طالعين من تحت التراب، ما حدش بيبص لحد. الرؤساء والملوك اللي كانوا بيمشوا في مواكب ويجوا في مواكب، ما حدش بيبص لحد. موضوع غريب جدا يا اخوانا. تخيل لحظة الخروج الرهيب، ربنا بيقول لك يموج بعضهم في بعض، امواج بشرية رهيبة، يعني يجي 100 مليون جايين كده و100 مليون جايين كده، امواج بتتلاطم في بعضها، اصطدامات بشرية ما بين امواج بشرية اعدادها بالملايين ومئات الملايين. قال تعالى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم. يصدر الناس اشتاتا، شتات، الكل طالع من تحت التراب ما هوش عارف هو رايح فين، الكل طالع من تحت التراب. منظر رهيب، واحد مات وفجأة صحي، ولما طلع يعني تخيل واحد نايم كده وبيهزوه، اصحى مثلا اشرب كوباية المية دي، اصحى مثلا ده في ميعاد عندك بعد نص ساعة. انما واحد صحي على زلزال، تخيل واحد نايم كده اصحى في زلزال البيت بيقع، تخيل ده هيصحى على فزع شكله ايه. طب تخيل بقى اللي صحي على يوم القيامة
بكل ملامح يوم القيامة. ده صاحي على فزع شكله ايه. عشان كده قال تعالى يوم الفزع الأكبر، والعياذ بالله ربنا يؤمننا يوم المخافة، يوم الفزع الأكبر، ناس مفزوعة. يبقى منظر الخروج الرهيب يومئذ يصدر الناس اشتاتا، شتات رهيب. ربنا بيصور اللحظة بتاعت خروج مليارات البشر من تحت التراب ديت، بيقول كأنهم جراد منتشر. يعني ايه جراد منتشر؟ الجراد بيهاجر عبر الصحاري اللي بين الدول، والذكور والإناث تتزاوج، وتنزل الإناث في الطريق تحط ملايين البيض تحت الرمل بتاع الصحراء، وبعد كده يكملوا رحلة الهجرة بتاعتهم. الملايين بتاعت البيض دي في وقت الله يأذن بيه كلها بتبدأ تفقس، ويطلع الجراد ينط كده من تحت الرمل يطلع لفوق الرمل، فبيبقى منظر مهيب ان ملايين الجراد دي كلها طالعه في وقت واحد. تخيل ملايين البشر، مليارات البشر طالعه في وقت واحد، والكل بيجري بعد مرحله الخروج الرهيب. تخيل الناس دي خارجه على ايه؟ ما هو الناس دي خارجه يعني واحد طالع كده لقى ايه مثلا؟ لقى نفسه طالع فين؟ يعني ارض المحشر دي لا ترى فيها عوجا ولا امتا. تخيل ده طالع يوم القيامه، طالع على ايه؟ اول حاجه منظر الملائكه، ده يخرج يلاقي الملائكه مسيطره على المكان من كل جوانبه، ده مفيش مهرب، ده مفيش حد يعرف. يقول لك فاذا هم قيام ينظرون ديت، يعني واحد قاعد يبص كده يمين وشمال مش مصدق المشاهد اللي هو شايفها، مش مصدق اللي هو شايفه. الملائكه دي كانت فين؟ الدنيا دي كانت فين؟ ملكوت السماوات السبع سماوات بتتفتح وملائكه السبع سماوات بتنزل، الملائكه دي كلها كانت فين؟ هو ربنا مالك ملك مهول للدرجة ديت؟ البني ادم اول مرة يشوف مشاهد الجلال اللي بالمنظر ده، اول مرة يشوف المشاهد المذهلة اللي بالمنظر ده، البني ادم يصدم. هي دي جنود الاله اللي انا كنت بعصيه؟ هي دي جنود الاله اللي كان بيناديني وانا بعرض عنه؟ هي دي جنود الاله اللي انا كنت بتهرب من ان انا اتصل بيه وان انا اعيش في كنفه؟ الانسان بيذهل قدامه 50,000 سنة بقى مشاهد مذهلة، هيفضل يشوف مشاهد لجلال الله يوم القيامة لحد ما يذهل في النهاية. ايه ده؟ هيقول لك يا ليتني قدمت لحياتي. المشهد اللي الناس بتطلع عليه كل واحد بيلاقي مستنيه ملاكين مخصوص بقى، مش الملائكة العامة بتاعت يوم القيامة، ملاكين مخصوص، سائق وشهيد، اتنين هيسوقوه وهيقتضوه في ارض المحشر، سائق وشهيد. قال تعالى اذا رجت الارض رجا في سورة الواقعة، وقال تعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا. ايه الفرق بين رجت الارض رجة ودكت الارض دكا؟ الدك ده يقول لك مثلا هتلر في الحرب العالمية الثانية دك باريس. يعني ايه دك؟ يعني قعد يضربها بالطيارات لحد ما سواها بالارض. فالدك ده ان في حاجة جاية من بره، يعني الكرة الارضية الاجرام السماوية نفسها بتصطدم بيها من بره، فالارض بتدك، الارض بتدك. دكت الارض دكة واحدة، الارض بتدك. طب امال الرج لا، لما يكون في ازازة دواء مثلا يقول لك رجها قبل الاستعمال، يبقى الدك بيجي من بره انما الرج بيجي من جوه. الرج ده ان الارض ديت، خدوا بالكم يا اخوانا، اللي احنا عليها ديت مش اسمها الارض، اللي احنا عليها دي اسمها القشرة الارضية. ده الارض دي قصة تحت القشرة الارضية، ده احنا تحت رجلينا حمم بركانية متفجرة، اول درجة حرارة بتوصل ل 6000 درجة مئوية. عارفين يعني ايه 6000 درجة؟ يعني درجة حرارة سطح الشمس. يعني احنا تحت رجلينا حمم بتغلي، حمم بتتفجر. ربنا سبحانه وتعالى ولا حد مننا حاسس بحاجة من الكلام ده. بيننا وبين الحمم ديت حاجة اسمها القشرة الارضية، والجبال مثبتة القشرة الارضية على الحمم ديت بالظبط زي السدادة بتاعت الازازة لما بتبقى قافلة فوات الازازة فالمية اللي جواها ما تعرفش تخرج، الجبال عاملة زي سدادة الازازة كده قافلة على الحمم اللي تحت ده. ايه؟ فتخيل القشرة الارضية اللي تحتنا بتطلع لك ازهار واشجار، وانت لو شفت اللي تحتها تتفزع. لما ترج الارض بقى كل ده يدخل في بعضه، عشان لما الجبال تنسف كل ده هيطلع، كل ده هتطلع. تخيل يوم تكون السماء كالمهل، المهل ده زي الزيت المغلي كده. يعني السماء مش بتمطر ميه، السماء بتمطر زيت مغلي، السماء بتمطر معادن ذائبه. يعني منظر مهيب يا جماعه. يوم القيامه حينما يتدبره الانسان يستشعر انه لا نجاة الا بالعمل الصالح الان، انك تبقى في كنف ربنا في هذا اليوم. عشان كده كما قال تعالى وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم. يعني ايه تتلقاهم؟ يعني هم لسه طالعين من تحت التراب كده والملائكه واقفه لهم ما تخافوش،
كل ده مش عشان كنتوا، ما تخافوش، انتوا ليكم معاملة تانية خالص. وتتلقاهم كما قال تعالى ولقاهم نضرة وسرورا. قال لك يعني ايه لقاهم؟ قال لك يعني من اول لحظة، يعني من لحظة الخروج من تحت التراب ربنا بيلقيهم نضرة وسرور، ما لهمش دعوة بهذه الاحوال خالص، دول اهل الايمان. فمن منا من هؤلاء؟ سبحان الله العظيم. المشهد اللي الناس هتخرج عليه مشهد عجيب ورهيب. طب الناس نفسها يبقى شكلها ايه؟ الناس اللي خارجة كل واحد خارج عليه اثر العمل بتاعه، سواء عمل صالح او عمل سيء. كل ده يا اخوانا نحن نتحدث عن اللحظات الاولى في يوم القيامة، لما البعث ده كله بيخلص الساعات الاولى من 50,000 سنة خلصت. 50,000 سنة يوم القيامة. القرآن والسنة اتكلموا عن تفاصيله بصورة المفروض انها تستوقفنا، واحنا في رمضان بنقرأ القرآن عايشين مع ايات ربنا. اقف، الكلام وراه معاني، الكلام كل حرف منه محتاج وقفة. القرآن تكلم عن الجنة والنار كلام يطير النوم من العين، يشيب شعر الرأس ويشيب القلب. ولكن القضية انك انت تقف مع هذا الكلام، تشوف الكلام ده بيقول ايه. حينما يخرج الناس كل واحد بيبقى خارج عليه اثر الطاعة بتاعته او اثر المعصية بتاعته. ازاي؟ يعني مثلا اللي اتجوز 2 وظلم واحدة يطلع يوم القيامة ملوح، ملوح مائل على شق كده في يعني يوم القيامة. تخيل واحد يوم القيامة بقى، يعني تخيل انت لو صحيت من النوم كده وعندك شد عضلي كده في ضلع ولا حاجة، تفضل 4 ايام تاخد مسكنات ومش قادر تتحرك، ونفسك نفسه يسمع في يشد على الألم ويوجع. طب تخيل بني آدم 50,000 سنة ملوح بقى، 50,000 سنة مال على شق، 50,000 سنة جسمه ده متني بسبب انه ظلم واحدة على حساب واحدة في الدنيا. طيب ممكن تلاقي يوم القيامة طالعة واحدة متبرجة، حاجة بقى ايه يعني زي التلفزيونات الفاسدة كده، بس يومها ما حدش هيبص لحد اصلا، الموضوع اخطر من كده. امال دي طالعة كده ازاي ولابسة اللبس ده ازاي، والناس طالعة حفاة عراة من تحت التراب؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل امرئ على ما مات عليه من الثياب. ازاي يا جماعة؟ لو الثياب دي ثياب معصية ربنا كتب انه كل انسان يبعث على ما مات عليه. يعني اللي مات شهيد طالع الدم بيتفجر والمسك بيتفجر، اللي مات في عمره وحج طالع من تحت التراب الناس بتصرخ وهو بيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، طالع بيلبي ربنا. فاللي ماتت على التبرج، اللي ماتت على لبس متبرج، طالعه يوم القيامه متبرجه، فضيحه يوم القيامه. هتقف بين ايدين ربنا كده ازاي؟ هترد على حوض النبي عليه الصلاه والسلام كده ازاي؟ الواحده المفروض تقف قدام المرايه وتبص لبسها وتقول اللبس ده ينفع اقابل بيه ربنا؟ اللبس ده ينفع اقابل به النبي عليه الصلاه والسلام على حوض النبي؟ كل انسان عليه الصلاه والسلام، كل انسان بيطلع في البعث من تحت التراب عليه اثار الطاعه بتاعته او اثار المعصيه بتاعته. كل واحد المتصدق يلاقي سحابه مستنياه تظلله من شمس المحشر يوم القيامه. ليه؟ لانه في ظل صدقته. كل واحد المرابي اللي كان عايش على فوائد الربا بتاعت البنوك الربويه، اللي كان عايش على الربا يقوم مجنون من تحت التراب. الذين ياكلون الربا لا يقومون اي يوم القيامه الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. اي مين؟ زي المصروعين يوم القيامه، زي اللي عنده صرع، زي اللي جن عقله يوم القيامه. قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، يعني الملائكه اللي مستنياه البني ادم وطالع. اول ما البني ادم بيطلع من تحت التراب الملائكه بتعرف اصلا ده من اهل النعيم ولا من اهل العذاب. ليه؟ لان في سيمه. السيمه دي اصلا يا اخوانا في اللغه جايه من الوسم. الوسم اصلا في اللغه هو لما كان زمان بيبقى الناس ساكنه في خيم وكل واحد له غنمتين او جمالين، فكل واحد عايز يعلم الانعام بتاعته عن التاني يقوم يكويها في جزء من جسمها. فالانعام اللي مكويه في رجلها اليمين القدامانيه دي بتاعت فلان، والانعام اللي مكويه في ودنها الشمال بتاعت فلان، والانعام اللي مكويه في ديلها بتاعت فلان. فالوسم اساسا هو الكي بالنار من اجل تعليم هذه الكائنات عن غيرها من الكائنات. فتخيل ان في ناس طالعه من تحت التراب كانت بتكوى في القبر والعياذ بالله. بعد كده الناس خدت المصطلح ده وخدته في حاجات تانية، يقول لك فلان وسيم. يعني ايه فلان وسيم؟ يعني ملامحه من جمالها مميزة عن ملامح الناس التانية، فاصبحت السمة سواء في الصح او في الغلط، سواء في العذاب او في النعيم. ففي ناس طالعة من تحت التراب برضه
معلمة عن غيرها بالنعيم اللي كانت بتتنعمه تحت التراب، لان تحت الارض حياة كاملة. النعيم اللي تحت الارض في القبور اعظم من اي نعيم فوق التراب، والعذاب اللي تحت التراب اعظم من اي عذاب فوق التراب، والاحداث اللي تحت التراب اعظم من اي احداث فوق التراب. خلي تقوم الحرب العالمية الثالثة دلوقتي، خلي اللي يحصل، خلي التقلبات الاقتصادية والسياسية تحصل في دول العالم كلها. اللي تحت التراب عندهم احداث اخطر مليار مرة، واللي مشغول عن دين ربنا وعن عبادته وعن صلته بالله بأي شيء مهما كان، لو مات النهاردة لما هيدخل قبره اصغر معصية كان بيقع فيها هتشغله اكتر من اكبر حدث كان بيستناه عشان يتابعه ويشوف الاخبار اللي حصلت في ايه. اقل طاعة كان مقصر فيها هتشغله اكتر من اخطر حدث كان بيحصل على وجه الارض. الانسان يجب ان ينتبه يا اخوانا ان الكلام ده جد يا اخوانا. قال تعالى وإنا لصادقون. هو انا ممكن واحد يقول له كده ايه، يطلع له مطوه مثلا، ولا يقول له انا هضربك، او اب يقول لابنه انا هضربك، بيعمل ايه؟ بيهوشه. هو قصده ايه؟ اسكت بقى. انما هو بيهوشه. انما يا جماعه الكلام ده مش كده خالص، ولله المثل الاعلى. وإنا لصادقون الكلام ده هنشوفه بعينينا واقع، مش معنى ان احنا ما بنفكرش فيه ان احنا مش هنعيشه. الكلام ده كل آية في القرآن هتحصل، كل حديث عن الجنة والنار والقيامة والقبر هيحصل. الكلام ده واقع. اذا وقعت الايه؟ الواقعة، امر واقع، قضية منتهية. كل التفاصيل اللي ربنا قالها سبحانه وتعالى قضية امر واقع، هتحصل، موضوع منتهي. القضية قضية احنا بنستعد ليها ولا ما بنستعدش ليها. يعني لو واحد يعني عنده 10 عيال وسألناه انت يعني بتنام كويس، يقول لك بقى ايه انام؟ يا نهار ابيض، يا عم انام امتى يا عم؟ ده انا بشتغل من اول النهار عشان اجيب لهم ياكلوا ويشربوا، اجي انام شويه بعد الظهر اقول يا عم هتنام امتى؟ هتجيب لهم كسوه الصيف والشتاء وروشتات الدكاتره امتى؟ انزل اشتغل. اجي انام بالليل اقول يا عم هتنام امتى يا عم؟ انزل اشتغل. مصاريف المدرسه خلاص شهرين وهيقولوا لك هات مصاريف المدرسه وهات كتب المدرسه وهات كراسات المدرسه، قوم اشتغل. كذلك يا اخواني اللي شايل هموم الدار الاخره هينام ازاي؟ هعمل ايه في البعث؟ وهعمل ايه ساعة بعثرة القبور؟ وهعمل ايه في الحشر؟ وهعمل ايه على الصراط؟ وهعمل ايه ساعة العرض على الله؟ ما يعرفش ينام، ما يعرفش ينام، لا ينام سبحان الله. عشان كده ربنا قال ومن الليل فتهجد به. تهجد بالقرآن، التهجد هو إزالة الهجود، والهجود هو النوم. يعني القرآن بيطير النوم من عينين اللي بيقراه. يعني انت لو قريت القرآن بقلب حي النوم هيطير من عينك. ليه؟ لانه هيكلمك عن مشاكل هتعمل فيها ايه؟ استعدت ليها ولا ما استعدتش ليها؟ اشد من اللي عنده 10 عيال ومطلوب ان هو يستعد ليهم. بعد كده انا عايزك تتخيل معايا ان 200 مليار بني ادم طالعين من تحت التراب، و200 مليار جن زيهم طالعين من تحت التراب، والوحوش والحيوانات والانعام طالعه من تحت التراب. طبعا مفيش حيوان بيعتدي على حيوان. الموضوع حتى الاسود نفسها مفزوعه، حتى اذا الوحوش حشرت الوحوش نفسها مفزوعه، فما بالك بابن ادم الموؤودة. واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت. يعني طالع كده ايه، نونوهات كده من تحت التراب، دول الموؤودات اللي وئدت. يعني انت متخيل هذا المنظر المهيب اللي ما حدش فيه بيبص لحد؟ اخر حاجة في اخر حاجة في البعث قبل ان تبتدئ المرحلة التي تليها، اخر حاجة في البعث. البعث بيتم على الكرة الارضية دي يا جماعة، ودي اخر عهدنا بالكرة الارضية، دي نهاية الارض اصلا. قال تعالى وما قدر الله حق قدره. يعني القيامة مش 50,000 سنة بيتموا على الكرة الارضية دي، 50,000 ده هي البعث بس من يوم القيامة. امال بقية يوم القيامة بيحصل على ارض تانية، يعني كما سنقول الان. انما اللي بيحصل قال تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. والارض جميعا قبضته يوم القيامة. تخيل لحظة القبض على كل مجرم الارض، لما يقول لك فلان قبض يعني فلان مات، دي اخر لحظة في عمر الارض. ولكن قبل ما ينتهي قصة الإنسان مع هذه الأرض التي عصي الله عليها آلاف السنين، التي عصي الله عليها في كل ساعة من ليل أو نهار، التي عصي الله عليها بكل أنواع المعاصي، التي عصي الله عليها بكل جارحة أعطاها للإنسان لكي يطيع الله سبحانه وتعالى بها. قبل ما تنتهي قصة الإنسان مع الأرض بيحصل مشهد عجيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تقيء الارض فلذات اكبادها. تقيء الارض تبدا ترجع زي ما انسان يستقيء اللي في بطنه. تقيء الارض فلذات اكبادها، الارض تبدا تطلع الذهب اللي جواها بقى، تطلع المال الفلوس اللي جواها، تطلع الدينارات والدولارات واليوروهات والاسترليني والذهب والالماس والمجوهرات والجنيهات الذهب الارض تطلع. تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب، مثل الاسطوان من الذهب. فيأتي القاتل فينظر الى المال ويقول في هذا قتلت، انا قتلت عشان ده. ويأتي السارق وينظر الى المال ويقول في هذا سرقت. ويأتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي، ما كنتش بزور اخواتي ولا عمامي ولا اخوالي في العيد عشان اوفر على نفسي تمن كذا كيلو فاكهه ولا تمن مواصله في هذا، ولا عشان بيني وبينهم خناقه على ورث كنا بنتشكل على مال من الاموال. في هذا قطعت رحمي عشان دي. هو امبارح لما كانوا بيشوفوا دي كانت عينيهم بتطلع من مكانها، بس لما كانوا مش شايفين الاخره. النهارده ربنا عمل لهم مشهد غريب قوي، حط لهم الدنيا جنب الاخره، حط لهم الدنيا في قمه زينتها مثل الاسطوان من الذهب. اسطوانات ذهب كده طالعه لهم، جبال ذهب كده طالعه لهم قدام عينيهم، منظر البشر كانوا بيذبحوا بعض في الدنيا عشانه. فتخيل بقى المنظر ده قمة الدنيا، بس وهم في البعث المرة دي بقى، المرة دي مش بيبصوا للدنيا والآخرة غيب، المرة دي بيبصوا للدنيا وهم شايفين الآخرة. كلهم يبصوا يقولوا دي هي دي اللي شغلتنا عن ربنا، ثم يتركوه ويذهبوا. كلهم يكملوا طريقهم عشان نبدأ المرحلة الثانية من مراحل يوم القيامة، وهي مرحلة الحشر. يعني ايه مرحلة الحشر يا اخواني في الله؟ يعني ايه الحشر؟ ايه الفرق بين البعث والحشر؟ البعث ده الناس طالعه من تحت التراب كله داخل في بعضه. امال الحشر ده التفويج. يعني ايه التفويج؟ الناس دي بقى هتترتب ان ارض المحشر بعد الحشر بقت ارض منظمه، بقى معروف كل حد فين وكل حد مع مين. عارفين زي اللي بيسافر حج كده وينزلوه مدينه الحجاج، المصريين هنا، الاتراك هنا، الافارقه هنا، الاوروبيين هنا، يبقى كل اهل دوله موجودين في مكان. ده اسمه التفويج. ولكن التفويج بتاع الحشر ده تفويج مبدئي. يعني ايه؟ يعني في تفويج تاني مصيري بيحصل بعد العرض على الله في نهايه يوم القيامه. التفويج النهائي بقى اللي هم دول صحبه بعض في الجنه او صحبه بعض في النار والعياذ بالله. امال التفويج ده تفويج مبدئي. ايه التفويج ده؟ واذا النفوس زوجت. يعني ايه؟ يعني كل ناس تيجي مع بعض، اللي اهل الصلاه يجوا هنا، والصوامين يجوا هنا، والزناه هنا، والسارقين هنا، والحكام الظلمه هنا، والمتبرجات هنا، واللي مش ورا امهات المؤمنين هنا، واللي دعوا الى الله هنا، والمجاهدين في سبيل الله هنا، واللي كلوا مال حرام هنا، والمرابين هنا، واليهود هنا، والنصارى هنا، وعباد الاوثان هنا. تفويج على المليارات دي بتترتب. طب بيتعرفوا ازاي؟ كل ناس اشتركت في طاعة او في معصية طلع من تحت التراب عليها اثر هذه الطاعة او اثر هذه المعصية، فالملائكة بتجمع بسهولة. الموضوع بسيط، كل اللي شبه بعضه يجي مع بعضه، لان كل واحد اثر الطاعة بتاعته او المعصية بتاعته باين عليه. فيبقى التفويج المبدئي اذا النفوس زوجت. طبعا مفاجآت يا اخوانا، يعني ممكن واحد يجي شاب كده يلاقي نفسه مع المغني فلان، انا مالي يحشر المرء مع من احب. هو ده حبيبك، ده اللي كانت صورته متعلقه في اوضتك، ده اللي كانت رنه محمولك رنته، ده اللي كان تسريحه شعرك تسريحته، ده اللي انت كنت بتتابع اخباره وهتعمل له لايكات على الفيسبوك على الحاجات اللي تبعه. هو ده حبيبك. يحشر المرء مع من احب. واحد يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاه والسلام، ازاي يا رب ده انا كنت غلبان في الدنيا. يحشر المرء مع من احب. واحد يلاقي نفسه مع ابو بكر وعمر. يحشر المرء مع من احب. يعني مرحله التفويج المبدئي ده يا جماعه مرحله مليانه مفاجآت ومليانه رعب. واحد لقى نفسه مع مجموعه من العصاه، انا ايه اللي جابني معاهم؟ يبقى انا متصنف كده. يعني اللي لقى نفسه مع طائعين يفرح، انما اللي لقى نفسه مع عصاه انت كنت مع دول. عشان كده اللي بيلاقي نفسهم مع العصاه يعني بيقطعوا في بعض يوم القيامه، بيقطعوا في بعض. بعد كده يعني تخيل كده انت هتبقى في انهي فوق؟ يعني اسال نفسك، هو الحشر ده مش ليا وليك؟ انت هتبقى في انهي فوق؟ هتبقى فوق العباد. احنا يا جماعه صيامنا وقيامنا، علاقتنا بالقرآن، ذكرنا لله
يوقفنا مع العباد؟ طب هتبقى في فوج الدعاة؟ طب احنا شغلنا في الدعوة الى الله جوه بيوتنا وفي شغلنا وفي دراستنا وفي الشارع يوقفنا مع الدعاة؟ طب هنبقى مع المجاهدين؟ طب انت جهادك في سبيل الله ضحيت بدمك عشان ربنا في الجهاد في سبيل الله، الله. طب هتقف مع العلماء؟ طب انت طلبت العلم واجتهدت ومت على طلب العلم فتقف مع اهل العلم يوم القيامة؟ طب احنا هنقف مع مين يا جماعة؟ احنا هنقف مع اني فوق يا اخوانا يوم القيامة. عايز تركيز يا جماعة. الجنة مش كده. الجنة مش انت جايب 50% ادخل، 60% ادخل، 70%. الجنة كل باب من ابواب الجنة له اسم. ده باب الصلاة، ده باب الصدقة، ده باب الجهاد، ده باب الصيام، ده باب الجنة ابوابها لها اسماء. معناها ايه؟ معناها ان الجنة عايزة تخصصات. يعني يجيب لك عقد عمل من بره مثلا، عايزين دكتور امراض جلديه مواصفاته كذا، وعايزين جراح اوعيه دمويه مواصفاته كذا، وواحد يقول لك انا والله بفهم في كل حاجه، انا يعني ايه بفهم في ده. لا لا لا، ما تنفعناش ليه؟ احنا عايزين تخصصات. اهو بالظبط كده يوم القيامه عايز تخصصات. التفويج ده ايه العمل اللي انت ركزت عليه؟ ايه العمل الصالح اللي انت بتحتسبه ان ده سبب نجاتك يوم القيامه؟ تخيلوا بقى ان مش في ناس هتبقى في افواج، ده في ناس هتبقى قادة افواج من كتر ما تميزوا في اعمال صالحة في الدنيا. تخيل كده، يعني قائد في فوج الاخوة مثلا، قائد في فوج الدعوة مثلا، تخيل كده. عشان كده ساعة الحشر في افواج عجيبة قوي. هتلاقي فوج حشرات جاية. ده ايه ده؟ ايه الفوج ده؟ ده الحكام الظلمة، الحكام المفسدين، الحكام اللي افتروا على الشعوب وقتلوا الشعوب حشرات. الحكام المتكبرين يجي يوم القيامة زي الحشرة يداس بالأقدام. فوق حشرات. هتلاقي فوق تاني جاي رايات مغروزة في أدبارهم. دول مين؟ دول الخونة، اللي خان زوج مع زوجته، اللي خان بلده، اللي خان حاجة ربنا سبحانه وتعالى سماها خيانة في دينه، اللي خان الخونة جايين يوم القيامة مغروز في أدبارهم رايات مكتوب عليها هذه غدرة فلان ده خاين، فلان ده غدار. بعد كده لما الناس بتتفوج بتبدأ الجزء الثاني من الحشر، وهو ايه؟ الاقتياد لأرض المحشر. هي ايه أرض المحشر دي بقى؟ قال تعالى فإذا هم بالساهرة. الساهرة دي اللي هي أرض المحشر. سموها ساهرة ليه؟ قالك لأن 50,000 سنة بلا نوم. 50,000 سنة. ما فيش واحد بعد 10,000 سنة في يوم القيامة يقول لك أنا عايز أريح ساعتين. ما فيش واحد بعد 30,000 سنة يقول طب سيبوني بس أنام لي، أميل لي بس نص ساعة كده على جنب. ما فيش الكلام ده. عشان كده بعض العلماء قال لك الساهرة دي من أسماء جهنم كمان. قال لك ليه؟ قال لك لأن أهلها لا ينامون من العذاب، كما في الأثر إذا دخل أهل النار فلا والله لا تذوق أعينهم غمض نوم أبدا، ولا والله لا ينظرون إلى أديم إلى سماء أبدا، ولا والله لا يطؤون بأقدامهم أديم أرض أبدا، والعياذ بالله. فما بيناموش. فالساهرة دي الاقتياد بتاع البشر كلهم لأرض المحشر بقى. قال تعالى يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. اللي هيتقال له اطلع في الشمس هيروح، اللي هيتقال له في ظل العرش هيروح. مفيش حد هينطق. لا عوج له. في الدنيا لما ربنا قال في سورة الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. المفروض القرآن في الدنيا لا عوج له. المفروض لما يناديك تستقيم. في الدنيا الناس كانت بتكسر الكلام ده. طب يوم القيامة في داعي تاني غير داعي الدنيا بتاع القرآن الذي لا عوج له. في داعي يوم القيامة برضه لا عوج له، ولكن ما حدش يقدر يخالفه يوم القيامة. حدش يجرؤ انه يخرج عن الطابور بتاع الاقتياد لارض المحشر. حدش يجرؤ انه يفكر انه يخالف اصلا. طب ما كنت في الدنيا من الاول تستجيب للداعي الذي لا عوج له وهو القرآن. بعد كده الناس في ارض المحشر بتفوج 3 انواع. نوع بيطلع على جهنم على طول، ملوش حساب ده والعياذ بالله، ملوش حساب ده على طول. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ده لا له ميزان ولا صراط ولا له دعوه بالقصص دي، ده على جهنم على طول والعياذ بالله. النوع الاولاني. النوع الثاني اللي بيقف في ارض المحشر والشمس على بعد ميل من الرؤوس ويلجمهم العرق الجامة. ده عامة البشر يا جماعة، ده عموم البشرية بتقف في ارض المحشر. ده ساحة الحساب اصلا بتاعت يوم القيامة. متخيل كده كل واحد بيعرق على قد ذنوبه. يعني ايه كل واحد بيعرق على قد ذنوبه؟ يعني
تخيلوا لو كان جسم البني ادم بينطق عليه في الدنيا، لو كان بينطق عليه كان عمل ايه؟ اهو يوم القيامة جسم كل واحد بينطق عليه في شكل عرق، كل واحد ذنوبه بتطلع عليه في شكل عرق. تخيل المنظر. التفويج الثالث بيبقى الى ظل عرش الله المقصورة الملكية يوم القيامة على منابر من نور يشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل واحد، انا مش متخيل احساس واحد واقف في شمس القيامة بيبص لواحد تاني مسلم زيه. يا اخوانا اللي بيقفوا في ارض المحشر العامة مش كفرة، يعني مش كلهم كفرة، فيهم مسلمين عادي. اللي بيقف في ظل العرش دول بتوع المقصورة الملكية، دول اللي كانوا في الدنيا في وادي والناس في وادي، ففي الآخرة ربنا حطهم برضو مميزين عن الناس. كانوا مشغولين بالله في الوقت اللي الناس اتشغلت فيه بالدنيا، كانوا مشغولين بطاعة ربنا في الوقت اللي الناس اتشغلت فيه بمعصية ربنا، كانوا مشغولين برضا الله في الوقت اللي الناس اتشغلت فيه بالشهوات. فيوم القيامة ربنا يحط الناس كلها في مكان، ودول في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. مش متخيل احساس واحد بيبص لواحد واقف في ظل العرش بيقول له ايه، يعني بيفكر في ايه؟ ده احنا كنا الاتنين مع بعض، ده احنا كنا بنصلي في مسجد واحد، ده احنا كنا الاتنين ساكنين في شارع واحد. تخيل واحد واقف في الشارع كده ولقى عربية، حاجة كده، عربية بنتلي كده، ولا عربية همر، ولا عربية كريزلر كده، ولا أي حاجة، وصاحبها معدي وقافل الإزاز، والإزاز مشبر من التكييف، وهو واقف كده في الحر في الموقف مستني ميكروباص يلاقي فيه مكان فاضي، وصاحبنا معدي كده ومزاجه حلو في العربية بتاعته يقول يا هي دي الناس اللي عايشة، هي دي العيشة ولا بلاش. تخيل ده في الدنيا. انما يوم القيامة بقى اللي واقف في شمس القيامة بيبص للي في ظل عرش الله بيقول ايه ده؟ هي دي الناس اللي عايشة. يا ليتني قدمت لحياتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، موضوع يوم القيامة ده موضوع ما بيخلصش يا اخوانا. احنا دلوقتي لسه بنتكلم في الساعات الاولى من يوم القيامة، كل ده ساعات الاولى. ده يوم القيامة ده لسه في تطاير صحف، ولسه في 40 سنة الناس هتفضل واقفة كده، ما فيش لا حساب ملائكة ولا حساب مع ربنا ولا ميزان، قاعدين بس ايه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. ولسه في ميزان، ولسه في صراط، ولسه في عرض على الله، ولسه في قنطرة، ولسه في تفويج للنار وتفويج للجنة، ولسه قصة يا اخوانا. عالم يا جماعة، عالم. عايز تكتشف هذا العالم، اكتشفه وانت بتقرأ كتاب الله في رمضان. مش كده، مش بنقرأ القرآن في رمضان كده وخلاص بنفرم. انا خلصت 3 اجزاء، انا ختمت. يا عم اقف، شوف انت بتقرأ ايه. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته، بيقروه صح. كانت النتيجة أولئك يؤمنون به، كانت النتيجة أنهم وصلوا للإيمان واليقين لأنه قرأ القرآن صح. إنما اللي بيقرأ غلط، لما النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه خواتيم آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، سيدنا بلال جه يصحي للفجر، لقى النبي كان بينام دقائق كده او حاجه بسيطه قبل الفجر، نومه السحر الاعلى عليه الصلاه والسلام، جاي يوقظه لقى النبي نايم بيبكي. السيده عائشه بتقول الليله ديت اللي نزل عليه الايات دي كانت اعجب ليله شفتها في حياتي. النبي ما نامش، فضل يصلي ويبكي طول الليل لحد ما بل لحيته وبل صدره وبل الارض عليه الصلاه والسلام. سيدنا بلال بيقول يا رسول الله ما يبكيك يا رسول الله؟ قال لقد انزل علي الليله ايات ويل لمن هجرها. النبي قال كده؟ لا، ويل ده يعني جهنم، جريمة عقوبتها في الآخرة جهنم. ويل لمن قرأها. يا نهار أبيض، قرأها. أنت عارف ويل للمصلين من غير ما تكمل كده، ها الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لمن قرأها. أمال الحل يا رسول الله؟
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. مش كده يا اخوانا، القرآن مش كده، القرآن مش يعني مش نثر الدقل كده فرم وخلاص. يا اخوانا اولئك عن الفهم لمعزولون. اللي بيقرأ القرآن بهذه الطريقة هيفهموا ازاي؟ الانسان لازم يقف بقلبه مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ويعظم كلام الله. ده انت لو جالك من مدير الشغل ورقة فيها تنبيهات هتركز في كل كلمة. ليه؟ مدير الشغل يا عم. ده لو جالك ورقة من رئيس الجمهورية ليك انت مخصوص فيها توجيهات هتركز في كل حرف رئيس الجمهورية. يا عم انت نازل لك من فوق 7 سماوات رسالة من الملك سبحانه وتعالى، فماذا ستفعل فيها؟ اخواني واحبابي في الله، المرأة اللي كان عندها الصرع، اللي كانت مريضة بالصرع، راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إني أسرع، أنا يا رسول الله مريضة، المرض ده شلل لي حياتي. المرأة دي ممكن بسبب المرض ده مش عارفة تتجوز، أو متجوزة ومش عارفة تقوم بحقوق بيتها ولا بحقوق أولادها، أو متجوزة ومش عارفة تنجب. المرض ده يعني مرض شلل لها حياتها. يا رسول الله إني أسرع، أنا مريضة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فادعوا الله لي أن يشفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الله أكبر. إن شئت دعوت الله لك فشفاك، ربنا مجيب الدعاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة. الست لما لقت كفتين، كفة فيها الشفاء وكفة فيها الجنة، اختارت الجنة. قالت أصبر ولي الجنة، أصبر ولي الجنة. الست دي قررت إنها تصبر طول عمرها عشان في الآخر تاخد الجنة. أنت مطلوب منك في رمضان تصبر شهر عشان تاخد الجنة. مش هتصبر على مرض، ولا هتصبر على جهاد، ولا هتصبر على تضحية بدمك، ده انت هتصبر على امتع حاجة في الحياة، الصلاة والصيام والقرآن والاعتكاف في المسجد. مين يا اخوانا فينا ناوي يعتكف في العشر الاواخر؟ مين يا اخوانا فينا ناوي يقول يا رب انا في رمضان وقف لله تعالى؟ مين يا اخوانا ناوي انه في رمضان يقضي الساعات في تلاوة القرآن بقلب حاضر وذهن حاضر؟ مين يا اخوانا ناوي انه يعبد ربنا في رمضان عبادة صح عشان يخرج بعد رمضان متغير؟ مش يعبد العبادة اللي احنا بنشوفها ويعصى الله في اول ليلة في شوال. اكبر معاصي بتحصل في الامه كأن احنا مش خارجين من رمضان، كأن احنا اكتر ليله بيعصى الله فيها هي اول ليله في شوال، هي اول ليله بعد رمضان. يعني المغرب ادن الناس فطرت والفجور بدأ في الشوارع. يا نهار ابيض، ده احنا خارجين من 30 يوم. لو كنا بنقرا القرآن صح ما كانش المنظر ده حصل في الشوارع. لو كان رمضان الامه بتستثمره صح ما كانش المنظر ده حصل في الشوارع، ما كانش المنظر ده حصل فور رمضان ما انتهى. يعني تخيل كده، يعني عيان مثلا كحه مثلا ولا سخونيه والدكتور اديله 30 حقنه، 30 حقنه في العلاج، المفروض بقى العيان هيقوم ينط، فجأة تلاقي العيان حرارته علت اكتر. يا نهار ابيض، هو في ايه؟ الدواء فيه مشكلة؟ لا مش المشكلة في العلاج، امال ايه؟ المشكلة في مفسدات العلاج. زي اللي عنده سكر ياخد بتاعة الانسولين ويقوم واكل بتاعة حتتين بسبوسة، طب انسولين هيعمل لك ايه بقى؟ مفيش فايدة. الامة بتاخد العلاج وهو الطاعات مع مفسدات العلاج، المعاصي، الارتباط بالتمثيليات، الارتباط بمواقع فاسدة على النت، اطلاق البصر في الحرام في الشوارع، استمرار الاكل من حرام حتى في رمضان. يا اخوانا عايزين نستفيد من فرصة العمر اللي ربنا فتحها لنا. لو حد مننا جاله عقد عمل في الخليج شهر ب1,000,000 جنيه مش هيضيع الفرصة. انت جاي لك عقد عمل مع الله شهر بالفردوس الاعلى. اللحظة اللي احنا فيها الوقت دي ابواب السماوات السبعة مفتوحة، ابواب الجنة ال8 مفتوحة، ابواب خزاين ربنا مفتوحة. اوعى كل ابواب الرحمات دي تتفتح وفي الاخر انت ما تستفادش منها. اوعى ربنا يديك فرصة للعتق من النار كل يوم وكل ليلة وفي الاخر نخرج ما تعتقناش من النار. رجل الاعمال اللي كانت تهم في قتل يعني واحده ممن يسمون فنانات يعني، والمحكمه يعني ملناش دعوه الحكم بقى صح ولا غلط، انما احنا بنحكي العبره. المحكمه حكمت عليه بالاعدام، عرض 5 مليار دولار على اهلها عشان يتنازلوا على القضيه، عرض 40 مليار جنيه، عرض 40,000 مليون جنيه عشان يتنازلوا عن القضية. ليه؟ عشان تعتق رقبته من حبل المشنقة،
طب امال رمضان اللي بتعتق رقبتك فيه من النار تدفع فيه قد ايه؟ مش من حبل مشنقه، دنيا رايحه من جهنم، تدفع فيها قد ايه؟ عايزين نركز يا جماعه، عايزين ندفع ثمن الجنه في رمضان. رغم انف امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، هيتمرغ في تراب ارض المحشر من الندم على كل رمضان راح عليه. نص اهل الجنه هيدخلوا الجنه بسبب رمضان، نص اهل الجنه على الاقل ممكن يدخلوا الجنه بسبب رمضان، والنص التاني ممكن يدخل بسبب الابتلاءات اللي كانت الناس صدورها ضيقه بها في الدنيا وهي سبب نجاتها في الاخره. عايزين نعامل ربنا صح، عايزين نعاهد ربنا على الطاعه. نسال الله سبحانه وتعالى اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا وهديت قلوبنا وزكيت نفوسنا وشرحت صدورنا ويسرت أمورنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد فرجت كرباتنا وشفيت أمراضنا وأديت ديوننا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أصلحت أحوالنا وأصلحت بالنا وقويت في رضاك عزمنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت من النار رقابنا وكتبتنا من أهل الجنة من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. يا رب اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة تصلح بها صلاتنا، تب علينا توبة تهدي بها قلوبنا، تب علينا توبة تنور بها بصائرنا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة تصلح بها أخلاقنا، تب علينا توبة تكتبنا بها من أهل الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجرنا من عذاب القبر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المحصورين في غزة، اللهم انصر إخواننا المحتلين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المضطهدين في وسط إفريقيا، اللهم انصر كل مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها وأطفالها. اللهم ألف بين قلوب أهل مصر على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم أزل الفرقة والفتنة من بينهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم أصلح أحوالنا. اللهم لا تخرج الأمة من رمضان إلا وقد أنزلت عليها من رحماتك ونفحاتك وبركاتك، إنك ولينا في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.